السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة وصفات حياة. اليوم إن شاء الله البنات غادي نشارك معكم واحد الغديوة هاد الوالدة الله يطولها في العمر. القرعة معسلة كتجي غزالة وكلي كيصدوقها كيحماق عليها من يدها. وخليكم معايا في طريقة التحضير والمقادير. عندي هنايا القرعة، عندي جوج مطيشات، الربيع، جوج بصلات كبارين، التحميرة، الابزار، شويه د الحر والملحه والزويته باش غادي نحضروها. كيف قلت لكم في الاولى البنات كتجي غزاله هاد القرعه معسله وكتجي بنينه. تحضروها للغديوه اسهل حاجه. تقدروا تخدموها كطبق رئيسي او تقدموها كمقبله وكتجي فنيونه. والصراحه الله الوالده ديالي الله يطولها في العمر هي اللي كتعدلها، واللي دقها من يدها كيحماق عليها وكيعاود يطلبها منها. وقلت علاش لا نبارطاجيها معكم. بالنسبه للبصل كيف كتشوفوا معايا في الفيديو كنقطعها شرائح كبارين، اصلا كتقلى وما كتبقاش باينه. صافي غنقطعها بهذه الطريقه مبسطه. والقرعه كيف كتشوفوا بالنسبه للقرعه والبصل انا عملت معكم هذه الكميه ومطيشه. تقدروا تضاعفوا الكميه، تقدروا تقلوا منها على حسب الافراد اللي كاينين في البيت. صافي بعد ما قطعنا البصله ديالنا شرائح طوالين غنجيبو واحد الطنجره اللي غنعدلو فوق البوطه وغادي نخوي فيها قليل من الزيت، وغادي نفرغوا البصله باش تقلى ونخليوها تقلى على خاطرها. ونجوزو باش نقطعوا القرعه الحمراء البنات. قطعوها مكعبات كبارين كيف كتشوفوا معايا. كيفاش عارفين القرعه دغيا كتذوب كتهرى في الطياب واخا نقطعوها كبيره. صافي وغادي نقطعها على هذا الشكل هيدا مكعبات. وكنت سبق لي نقيتها من القشور ديالها ومغسوله عندي باش ما نطولش عليكم الفيديو. صافي غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل. كيف كتشوفوني ما سرعت لكمش الفيديو، خليت لكم جميع التفاصيل. ديك التفصيل ما هزليش القرعه كامله وانا بدلت الاناء باش نقدر نقطع على راحتي. كانت كطيح لي منه القرعه اللي كنقطعوها كطيح. صافي احنا كملنا القرعه كامله اللي حضرنا. انا عندي هنا كيلو د القرعه، تقدروا تعملوا كتر تقدروا كما قلت لكم في الاول على حسب الاشخاص اللي موجودين في البيت. صافي دابا غنجوزو البصله كيف كتشوفوا هي تقلات وعملت اللون الذهبي. نقليوها مزيان في الزيت حتى ترجع عندها اللون ذهبي وكتطلق ديك التلبينه ديالها في الزيت. وكنضيفوا عليها القرعه اللي حضرنا كيف قلت لكم مغسوله وقشرناها وكنقطعوها مكعبات مربعين. ونغطيوها ونخليوها تقلى مع البصل. ونجوزو باش نحضروا مطيشه كيف كتشوفوا معايا. خليتها بالقشور، اللي ما كيبغيش القشور يقدر يحيد لها القشره. هيدا كتجي بنينه البنات، كتبقى البنه ديالها والفوائد ديالها وكتجي غزاله ما كتبانش. واللي ما كيبغيش وليداتو القشور يقدر يحيدهم. صافي حتى هي كنقطعها بنفس الطريقه على شكل طولي. هاد الطبق البنات كيجي مزيون في الصيف مواتي مع هاد الصهد. وكنضيف مطيشه على القرعه والبصل. صافي وكنضيف الربيع، المعدنوس والقزبور اللي عندي مخلطين مقطعين كيف كتشوفوا معايا. نضيف شويه ديال الابزار، الفلفل السوداني، الفلفل الاسود عفوا، بابريكا التحميره. كنضيفوا الملحه وشويه الحر اللي كيبغي. صافي من بعد ما عملت لها التوابل كيف كتشوفوا معايا بدات كطيب كتعسل. كيف كتشوفوا معايا كتجي غزاله ما كنضيفوا لهاش الماء.
نسيت ما قلت لكمش في الاول، راه ما كنضيفولهاش الماء، كطيف الماء ديالها اللي كاينين من قبل صافي. كتوجد بسرعه كيف كتشوفوا معايا، كتعسل حتى كتشرب ديك المهاد ديالها وكتجي على هذا الشكل معسله كيف كتشوفوا معايا في الفيديو. كتجي غزاله خطيره في المذاق، ما تطيقوني جربوها البنات، الا جربتوها غتولي معتمده عليكم. الى اللقاء، فيديو اخر ان شاء الله يا رب.